ايه رأيك في شكل الكوارع اللي تفتح النفس دي؟ شايفة شكلها وشايفة الشوربة بتاعتها؟ من رجل واحدة عملنا طاجن كوارع وعملنا الشوربة الجامدة دي. تعالي ابدأي معايا الفيديو وانا اقولك عملناها ازاي. اول حاجة انا جايبة الكوارع وغسلاها، شايفين شكلها وشايفين نظافتها. هننقعها النهاردة مع بعض كده. هنحط معلقة كبيرة من الملح، معلقة فلفل اسمر، معلقة كزبرة، هنزل بليمونة كبيرة بالشكل ده كده، انزلي كمان بقشرتها. المحلول ده كافي ان هو يشيلك اي زفاره. هنزل بمعلقه طحينه كبيره بالشكل ده كمان، وهنقلبها كويس وهتسيبيها منقوعه اقل حاجه ساعتين. بعد الساعتين نرجع لها مع بعض. ما الكوارع بتاعتنا نقعناها وغسلناها كمان غسله حلوه. معايا حله على النار فيها ميه بتغلي زي ما انت شايفاها كده. بصي غسلينها ومخلينها ازاي. هتنزلي بالكوارع بتاعتك. الكوارع هتغلي، هتطلع الريمه بتاعتها وهنبهر شوربتها. ما بكبش الميه خالص، احنا غسلينها ونقعينها ومخلينها زي الفل. الحاجات اللي في الكوارع دي فلفل اسمر وكزبره، متقلقيش ما فيهاش اي حاجه. بس اول ما تغلي وتطلع الريمه بتاعتها هقولك هنزل بالبهارات ايه هي. الكوارع بتاعتي غليت وشلت الريمه بتاعتها. شايفه بقى انا بقولك من اول غلوه في ناس تقولك كب الشوربه وحطي شوربه تاني وميه والكلام ده كله. زي ما انا قلتلك مفيش الكلام ده. شايفه البهاريز بتاعتها دي حلاوتها في اول غلوه. طول ما انت غاسله الكوارع ومنضفاها ما تقلقيش منها خالص. طول ما غليت وشلتي الريمه بتاعتها هننزل بجزر وبصل وطماطم، ورق لوري، حبهان. بهاري بقى الشوربه بتاعتك طول ما انت شلتي الريمه بتاعتك. حبهان، فلفل اسمر، بس ما تنزليش بملح دلوقتي. طول ما انت شلتي الريمه بهاري البهارات اللي تعجبك. 7 بهارات. خلاص على كده هدي على النار وسيبيها تستوي براحتها. خلاص تستوي وارجع لك. وبعد مرور ساعه حاطين الكوارع بتاعتنا تكمل السوا بتاعها على النار. معايا بصلايه مفرومه نعمل التقليه بتاعتها. بصلايه واحده هنحمرها. معايا بصله وهننزل عليها بنص كيلو بس من الطماطم. الكوارع بتاعتنا هعمل نصها شوربه ونصها تقليه. تحمر البصله واقول لك هعمل ايه كمان، واروح اضرب الطماطم بتاعتي. وبعد ما البصله احمرت معانا وخدت اللون الذهبي الجميل اللي انت شايفاه ده، هنزل بمعلقه صلصه كبيره لتعزيز بس اللون، وهتنزلي بالطماطم بتاعتك. هعمل نص كيلو من الطماطم زي ما انا قلتلك. وبس كده. بعد ما نزلنا بالطماطم بتاعتنا هنبهرها بحته من السكر، فلفل اسمر، الملح بتاعها، سنه بسيطه من الشطه ودي اختياري، بس احنا بنحب الشطه بتبقى الاكل حايق وطعمه جميل. بس كده هنسيبها بقى تسبك براحتها. وطي عليها النار عشان تبقى معاكي التسبيكه جميله. بالنسبه بقى للكوارع شايفين شكلها دي بعد مرور ساعه هي خلاص داخله على السوا بتاعها. عدت كمان الساعه هنحيق بقى الكوارع بتاعتنا لان احنا ما حطينالهاش ملح خالص. هتنزلي بالملح بتاعك وتسيبيها بقى تكمل السوا بتاعها. شايفين الشوربه بتاعتها بصوا تفتح النفس بجد. يلا وطي عليها النار وسيبيها تكمل السوا بتاعها من عقبال ما التسبيكه بتاعتنا كمان تتسبك. شايفين الكوارع خلاص استوت والتسبيكه كمان عندي خلصت اهي. هاخد من شوربه الكوارع هزود بيها التسبيكه بتاعتي زي ما انت شايفاها كده. والكوارع دي هقسم نصها شوربه ونصها تقليه، وهقول لك اعمل ايه كمان. زي ما انا قلت لك هقسم نصها شوربه ونصها تقليه بالشكل اللي انت شايفاه. شايفه الكوارع بتاعتي طرت ازاي؟ تحفه. التسبيكه بتاعتي معايا على النار
اقول لك هعمل ايه. ثواني. انزلي بالتسبيكه بتاعتك على الطاجن كده، هترفعيه على النار لمده 10 دقايق. التسبيكه بس تغلي في الكوارع وبعدين تحطيها في الفرن لمده 10 دقايق وكده خلاص الطاجن ده خلص. وبس كده. شايفين شكله وجماله؟ يا دوبك هتدخليه الشوايه هيقعد معاكي حوالي 10 دقايق، يا دوبك وشه يحمر وخلص على كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الشوربه. معايا في الطاسه بتاعتي معلقه توم ومعلقه سمنه، هنعمل بقى طشه للشوربه وبس كده يبقى اكلنا خلص. تحمر بس التومه ونطشها مع بعض. وبس كده خلصت الشوربه بتاعتنا. تعالي بقى نطلع الطاجن من قلب الفرن. شايفين شكل الكوارع؟ شايفين قد ايه الشوربه سمينه وجميله بصراحه ولا غلطه. تعالوا اجيب لكم بقى الطاجن ونقدم الاكل مع بعض. وبس كده هو ده شكل اكلنا النهارده. شايفين شكله يفتح النفس مع شويه بتنجان مخلل. ويا رب يكون الفيديو عجبك.